السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا: أهمية تشخيص الحمام. ظاهر قدامك اهوت مجموعة حمام اتشخصوا غلط، وبعد ما التشخيص غلط واستخدام العلاج الغلط تمام مع الشخص الغلط كلهم جالهم روشة، وده في بداية الفيديو. تمام كده، محبوسين كلهم في سلاكة. طيب، دي قصة واقعية بتحصل معانا كلنا، انك بتروح للشخص الغلط وبيشخص لك الحمام غلط. اللي حصل مع الاخ ده انه دخل عنده مرض ابتدى ينتشر في الحمام كله تدريجيا. هو خبرته ضعيفة في الامراض، فابتدى ان هو يتواصل مع اكتر من شخص، وكل حد يقول له على حمام، على مرض في الحمام، يقول له ده سالمونيلا ادي مضاد حيوي. ابتدى كل يوم والتاني يغير جرعة المضاد الحيوي ويغير المادة الفعالة، وكل ما يدي مضاد حيوي الحمام يموت. تمام. فبعد كده الحمام قلبت معاه بهزة او روشة. طب ايه اللي حصل؟ هو شخص الحمام غلط. اولا قلنا يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان مرض ينتشر في حمام مره واحده ويكون مرض بكتيري. لا، لو جالك سالمونيلا هتجيلك في فرد 2 3 4 بحد اقصى. تمام. لكن لما تلاقي الحمام كله عندك كل يوم تلاقي حالتين 3 بيتعبوا على طول كده وانت على المغمض، ده فيروسي. يعني ممنوع استخدام مضاد حيوي نهائي، بدليل ان هو كان بيدي مضاد حيوي، الفرد اللي بياخد مضاد حيوي تاني يوم بيموت على طول. تمام. طب الصح ايه؟ قلنا يا جماعه لو دخل عندك مرض وانت مش عارف تشخص، انزل 3 ايام مضاد سموم ومنشط كبد، واعزل الطير المريض بره المكان. تمام. وتشوف حد يكون مشهود له بالامانه والمعرفه في تشخيص الامراض، تتابع معاه وتشوفه هيقول لك ايه. تمام كده. لكن تدي مضاد حيوي والتشخيص غلط، هيحصل عندك اللي حصل ده: فيروسي ممنوع مضاد حيوي، روشه ممنوع مضاد حيوي. تمام. حالات بقى زي اللي ظهر دي كلها وخلاص، الحالة عندك استقرت، واللي مات مات واللي عاش عاش. ابتدى باقي الحمام عندك كله معقود وكله عنده روشة، بترميه بره في الشمس. تمام. قلنا ايه؟ في منه هيقدر يعيش ويكمل، وفي منه اللي هتذبحه وتتخلص منه. تمام. هتلاقيه ما بيعرفش ياكل، هتلاقيه بيهز دماغه جامد. تمام. بس ده يعلمك ان ايه؟ لو ظهر عندك مرض فيروسي تستخدم مضاد فيروسات لمدة 5 أيام وتطهر المكان كويس جدا، وأي حالة تشك فيها تترمي بره في الشمس وما تصعبش عليك. الأمراض الفيروسي خطيرة يا جماعة، ما تستهونش بيها. تمام.